قراءة القرآن في البيت لها فضل عظيم، فهي ليست فقط عبادة فردية، بل تنشر البركة والطمأنينة في المكان كله. ومن أبرز الفضائل نزول السكينة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا المعنى يشمل البيت إذا اجتمع فيه أهله لقراءة القرآن. زيادة البركة في الأهل والمال. القرآن كلام الله، وهو سبب للبركة في الوقت والرزق والعلاقات الأسرية. طرد الشياطين. ورد أن قراءة سورة البقرة في البيت تطرد الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.